لو جيت تفتح تشوف ترتيب الدوري الايطالي يوم الجمعه الصبح هتلاقي يوفنتوس في المركز الثالث، بس لو جيت تبص عليه تاني بالليل في نفس اليوم هتلاقيه في المركز العاشر. طب هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ببساطة ان المحكمة حكمت على يوفنتوس بخصم 15 نقطة من رصيده في الدوري وايقاف رئيسه انيلي لمدة سنتين. طب وده حصل ليه؟ اللي حصل ان يوفنتوس متورط مع شبكة من الاندية الايطالية في شبهة فساد مالي. القصة وما فيها ان يوفنتوس وبعض الاندية التانية كانوا بيحاولوا يتلاعبوا بالاوراق عشان يكبروا راس المال عن طريق صفقات مشبوهة هدفها بس التلاعب بالارقام. يعني بيقول لك ان في 63 صفقة لقوا فيهم تلاعب في الارقام، وان ارقامهم المسجلة دي مش حقيقية، ويوفنتوس لوحده متورط في 42 صفقة منهم، وغالبية الصفقات دي للاعيبة تحت السن اصلا. واشهر صفقة في الصفقات المشبوهة دي هي صفقة ارتور ليوفنتوس وبيانيتش لبرشلونة. وبالمناسبة ان اللي استقال هو وادارته كلهم بشكل مفاجئ قبل القضية دي على طول، وده اللي زود الشكوك عن اللي حصل ورا الكواليس. بس لو مستغرب ازاي نادي كبير زي يوفنتوس يكون متورط في قضية فساد كبيرة زي دي، يبقى انت ما تعرفش يوفنتوس، لان في الحقيقة دي مش اول مرة ليهم. فمن حوالي 17 سنة يوفنتوس كان نجم اكبر فضيحة حصلت في تاريخ الدوري الايطالي اللي اتعرفت باسم الكالتشوبولي، ومصطلح الكالتشوبولي ده معناه مدينة الرشاوي. فاللي حصل يا سيدي ان يوفنتوس سنة 2006 بعد ما كسب 2 دوري ورا بعض انتشر ساعتها اشاعتين، الاولى ان لاعبين اليوفي بيتعاطوا منشطات، والثانيه ان هم متورطين في الرهانات. وده اللي خلى التحقيق يتفتح عشان يشوفوا صحه التهم دي، واللي ملوش عليها اي دليل. بس الحاجات اللي لقوها في التحقيقات دي هي اللي فتحت ازمه اكبر، وهي ازمه التلاعب في النتائج، واللي اتورط فيها 5 نوادي: ريجينا، اي سي ميلان، فيورنتينا، ولاتسيو. ولكن طبعا كالعاده بطل الفضيحه دي كان بطل الدوري يوفنتوس، ولكن رئيس الوزراء الايطالي وقتها كان بيرلسكوني، وهو كان نفسه رئيس ميلان، وحاول انه يمنع التحقيق في القضيه دي لان هو كان متورط فيها برضه. بس كان انتشرت تسريبات لمكالمات لرئيس يوفنتوس موجي وهو بيتفق وبيختار الحكام اللي هيمشوا الماتشات لمصلحتهم. بقت قضيه راي عام وبقى لازم التحقيق فيها. وكمان التسريبات دي كانت بتوضح ان في فلوس اتدفعت للحكام عشان يمشوا الماتشات لمصلحه يوفنتوس، وطرق تلاعب في الماتشات عن طريق ان الحكام تدي انذارات للاعيبه معينه في فرقها قبل ما يوصلوا لليوفي، بحيث ان هم يظبطوا الايقاف بتاع الانذارات على ماتش اليوفي بالظبط. وكمان موجي كان على علاقه بالاعلام عشان ياثر في اللي ينتشر مقابل ان هو يسرب لهم اخبار من وقت للتاني. المهم ان المحكمه قررت عقوبات قاسيه جدا على الفرق اللي اتورطت في الفضيحه دي، زي خصم نقط من الدوري اللي فات وكمان من الدوري اللي هيبدا، وحرمان من مشاركات اوروبيه، وعقوبات تانيه كتير. ده غير رؤساء الانديه اللي كتير منهم اتوقف نشاطه. ولكن نصيب الاسد من العقوبات كان ليوفنتوس اللي اتسحب منه بطولتين الدوري سنه 2005 و2006، واحده منهم خدها الانتر واعتبروه بطل الدوري لان هو كان الوصيف، والتانيه اتلغت تماما لان الوصيف كان ميلان كان متورط برضه في القضيه. ومش بس كده، يوفنتوس سقط لدوري الدرجه الثانيه الموسم 2007، وده اللي خلى كل لاعبين الفريق يتخلوا عنه ويمشوا. اصل ازاي هتقنع نجوم عالميين منهم اللي كسبان كاس عالم ومنهم اللي واخد بلندور دور ان هو يلعب في دوري الدرجه الثانيه؟ وده اللي كان بمثابه الدمار الكلي للنادي. 19 لاعب مشوا من النادي، لاعبين زي فييرا وابراهيموفيتش راحوا انتر، وزامبروتا وترام راحوا برشلونه، وكانافارو وإيمرسون للريال، حتى المدرب فابيو كابيلو راح يدرب ريال مدريد، وكل اللعيبه مشت ما عدا 5 لاعبين: كاميرونيزي، نيدفيد، دافيد تريزيجيه، جيجي بوفون، وديل بيرو. دول الوحيدين اللي كانوا قرروا يقفوا جنب السيده العجوز في محنتها وينزلوا يلعبوا في دوري الدرجه الثانيه، وبسبب كده اتلقبوا بالاوفياء ال5 واتخلدت اساميهم في تاريخ يوفنتوس للابد، لان لولاهم ما كانش يقدر اليوفي يرجع بسرعه كده، لان حتى مع الهبوط كان يوفنتوس بادئ الدوري مخصوم منه نقط، وده اللي يخلي فرصه الصعود تاني بسرعه اصعب. ولكن بمساعدتهم قدر اليوفي يصعد تاني بسهوله، وديل بيرو كان هداف الدرجه الثانيه، والموسم اللي بعده هداف الدرجه الاولى، ودي حاجه اول واخر مره لاعب يعملها في التاريخ. بس عارف اللي يضحك ايه؟ ان كليني رغم كل الفساد ده كان بيشاور لريال مدريد في ماتش 2018 على اساس ان هم يعني دافعين وكده. وبس يا سيدي، دي كانت الحكايه بتاعت النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو حابب تشوف حكاوي اكتر تقدر تتفرج عليها كلها على بلاي ليست حكاوي كرويه، واشوفكم في حكاوي تانيه جديده.